نادي ولا نافع معاه حكم اجنبي ولا حكم مصري. نجيب لك كمبيوتر من اللي في البلاي ستيشن عشان يحكم لك ماتشاتك وبرضه هيجاملك. هو لازم يا جدعان المسرحيه دي البطل فيها هو الاهلي؟ ولازم البطل هو اللي انتوا ما بتتكسفوش على دمكم؟ لازم البطل الاهلي ياخد الدوري 60 سنه ورا بعض؟ طب ما تلعبوا الاهلي في دوري لوحده، اعملوا دوري كده ولعبوا الاهلي لوحده وجيبوا له شويه كومبارسات. ذنب الانديه ايه ان انت ما تطبقش عليه ولا لوائح وتجيب له حكام من بره متوصيه؟ ايه اللي حصل النهارده في ماتش بيراميدز ده؟ 2 طرد وضربه جزاء ما يتحسبوش، وزيها في ماتش بيراميدز في الدور الاول واقل منها وتحسب طرد على احمد توفيق، وتطرد مهند لاشين في كوره اصلا ما تتحسبش فاول. هو انتوا ما بتتكسفوش؟ وايه اللي عمله امام عاشور النهارده ده؟ راح يعتدي على مدرب بيراميدز. ما نشوف رابطه الانديه تعمل ايه. انا عارف ان الامام اعتدى على مدرب بيراميدز عشان عارف ان مفيش ذكر هيحاسبه. مفيش ذكر هيحاسبه. هو بيلعب في نادي معاه حصانه اصلا، نادي بتعمل له كل حاجه وبتنظم له بطولات وبتغير له لوائح. انتوا ما ينفعش تغيروا البطل في المسرحيه. انت زهقتونا.